بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل المتابعين. مؤشر اي جي اكس 30 واصل في الهبوط. تمام، لكن احنا داخلين على اماكن دعوم قويه. اول حاجه المكان العرضي ده كله مكان دعم عريض. تمام، كل المكان ده من اول الخط ده اللي هو عند 30,200 مرورا هنا، تيجي لنا نسبة 61 فيبوناتشي من آخر صعود اللي هو 29,800 إلى القاع بتاع المكان العرضي. فكل دي أماكن دوم. طب هو ليه هبط تاني؟ هو بيخلص موجات هبطة، يعني هو كده كده بيخلص موجات هبطة، بيسحب سيولة القاعان دي اللي هو عملها. تمام اهو، فاحنا عند يعني قريبين من نسبة 61 اللي هو هنا، فده مكان دعمه مهم. يعني اللي حصل ده يعني حتى الآن الصعود اليومين دول اللي حصل، هل هو كان مثلا صعود تصريفي عشان ننزل تاني بهبوط قوي؟ في الحالة دي احنا ما ينفعش نقول عليه ان هو صعود تصريفي. هو صعد بس بيخلص موجات، بيخلص يعني موجة كده داخلية، وبعد كده بيديك هبوط تاني، وبعد كده ان شاء الله هيبدأ يصعد. يعني احنا ما نقدرش نحكم ان هو ده يعني ما يعتبرش صعود تصريفي والكلام ده يعتبر هبوط تاني. هبوط هبوط برضو للشراء، اللي هو انت ممكن اصلا تشوف اسهم، يعني القاع اللي عملته الهبوط اللي فات مش هتكسر القاع ده. هتلاقي اسهم كده، في اسهم هتكون خلاص هي عملت القاع بتاع الهبوط اللي فات، مش نازله تاني، ولو حصل مش نازله تكسر القاع تاني. دي بعض اسهم هتكون دي خلص التصحيح. في اسهم ممكن تنزل تكسر القاع تاني في كسر وهمي وتطلع تاني. فده يعتبر هبوط للشراء لو انت معاك كاش تاني وعايز تشتري تاني، او بتشتري على اجزاء. طبعا يعني الهبوط اللي فات اشتريت جزء، ممكن ما تشوفش اسعار زي بتاعه الهبوط اللي فات. تمام، في بعض الاسهم تبقى خلاص دي خلصت هبوط، ممكن تيجي تكسر القاع بس بكسر وهمي، حتى تكسره بعدها في يوم وبعد كده ترد تاني. فاهمني؟ يعني اصلا يعني ايقاف الخسائر بعيد خالص. احنا بالنسبة للمؤشر والماركت ايقاف الخسائر بعيد جدا، اللي هو عن 28,341. فيما تحت الأعلى الرقم ده يحق لي إن هو ينزل لأي مكان في الأماكن دي. تمام، إيقاف الخسائر الرسمي في المؤشر 28,358. هتقولي ده لسه بعيد خالص. تمام، ما هو بعيد. طب هو بعيد خالص، بس انت ما تضمنش هو يبدأ يصعد من فين. هذه الفكرة. يعني الناس بتقول لك ده صعود تصريفي ومش عارف ايه والكلام ده. لا، هو بيخلص موجات، يعني موجات هابطة كده بيخلصها، وهيبدأ بعد كده يصعد ان شاء الله. تمام، وبرضو على المؤشر ده اللي انا حاطه، يعني انا كنت اتمنى بصراحة ان هو النهاردة يكسر القاع بتاع 29 اللي هو عند 30,000. كنت اتمنى ان هو يكسر القاع ده، عشان لو كنا كسرناه كان ممكن بكرة ان شاء الله نبدأ يعني على هبوط بسيط، بعد كده نبدأ نصعد. لكن هيجيلنا بكرة يروح يبدأ يصعد في الأول، وبعد كده يروح مثلا في نص الجلسة يروح ينزل تاني، وبعد كده فبكرة احتمال يكون في ذبذبة عالية. تمام. طيب يعني على أسوأ الظروف، لو هو السيناريو سلبي والبورصة خلاص مش هتصعد ومش عارفة، وبنتكلم اللي هو القاع اللي احنا كنا متكلمين عليه، ده عمل له كسر، فايه الوضع مثلا؟ تمام، نحاول نرسم كده. هنرسم مسار كده. بس السيناريو ده يعني اساسا ده انا مش وارد يعني يحصل. تمام، فاحنا طول ما احنا بعيدين عن المكان ده القاعدة، هو ده ايقاف الخسائر بتاعنا. اما الهبوط في اي مكان تاني في الاماكن دي يعتبر فرصة للشراء. تمام. طيب لو هو يعني حتى بنفترض اسوأ الظروف، هو مثلا السيناريو سلبي وخلاص خلصنا صعود البورصة هتنزل، يعني اول حاجة هيجي يكسر من القاعدة كده. تمام، حتى لو كسر القاع ده فاحنا مش هنبيع في يعني بعد كسر القاع. تمام، بعد كده يطلع تاني عند اماكن العرض اللي هي هنا دي. تمام، كده كده احنا هنبيع فين حتى لو هو كسر كل القاع دي. تمام، برضو هيطلع تاني عند اماكن العرض دي، وبعد كده يروح ينزل تاني. ده السيناريو السلبي. يعني حتى لو في سيناريو سلبي، احنا برضو هتبيع في ارتدادة، وارتدادة قوية بتكون برضو. تمام، غير كده فالسيناريو إيجابي، مفيش فيه أي مشكلة. الهبوط للأماكن دي بعيد، طول ما احنا بعيد عن 28,341 فاحنا في سيناريو
ايجابي، وهنلغي خالص اللي هي السيناريو السلبي ده، فمفيش اي خوف يعني. اما الهبوط ده وارد ان هو بكرة يرتد، ماشي، ممكن الاسبوع برضو يقفلهن على هبوط، مفيش فيه اي مشكلة. يعني لو قفل لنا شمعة الاسبوع على هبوط وما ارتدش بكرة فعادي برضو، تمام. يبقى الاسبوع اللي وراه هيبدأ برضو شوية هبوط، بعد كده يبدأ يرتد. وانا اتوقع ان شاء الله ان احنا من بكرة طبعا ممكن نرتد وممكن نبدأ نصعد. المكان ده كله يعتبر دعم عريض، نسبة 61 اللي احنا كنا محددينها من شوية، تعتبر نسبة نسبة مهمة. الأسهم والمؤشر غالبا بيرتد منها. نحاول نرسمها كويس زي ما كنت رسمها من شوية اهي، عند 29 تقريبا، 29,800، وتعتبر في مكان اللي هو الدعم العريض برضو اللي هو هنا. فكل دي أماكن دعوم، تمام. وارد يكسر القاع اللي هو 30 بكرة، ممكن يكسره وممكن بعد كده يبدأ يرد، تمام. فإن شاء الله خير طول ما احنا محافظين على القاعدة، ما جيناش ناحيته، ما كسرناش القاعدة اللي هو 28 362، فاحنا في اتجاه صاعد ومكملين صعود. لما يحصل كسر القاعدة هنبقى نخرج، وانا اول واحد هبقى اخرج في الارتدادة اللي هتتعمل بعد كسر القاعدة. غير كده ما نفكرش في ان البورصة هابطة وان البورصة قدامها هبوط كبير يعني. وان شاء الله خير، وان شاء الله نبدأ نرتد من بكرة بإذن الله، تمام. وشكرا جزيلا.